اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومنيو اسبوع جديد، يا رب المنيو بتاعي الاسبوع ده يعجبكم. بفكركم طبعا تحطوا لي اللايك. الناس اللي بتنسى تحط اللايك، بالله عليكم ما تبخلوا عليا باللايك، ضروري جدا علشان يرفع الفيديو بتاعي وناس كتير تشوف الفيديو. كمان لو انت بتدخلي عند القناه لاول مره واول مره بتشرفيني، اتمنى ان انت تنضمي لعيلتي الجميله وتدوسي على زرار الاشتراك، وكمان تفعلي زر الجرس وتختاري الاشعار بالكل علشان طبعا اول ما ينزل الفيديو يوصلك مني الاشعار على طول. تعالوا كده بدنا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. اول يوم كده معانا او اول سفره معانا في المنيو بتاعنا الاسبوع ده، السفره دي صورتها معاكم في الروتين اللي كان قبل ده على طول. روحوا شوفوا الطريقه هتلاقوها حلوه قوي. عملت شويه كفته كده وسويتهم على النار البوتاجاز من فوق، ما حطيتهاش خالص في الفرن. طعمها حلو جدا جدا، كانت مدياني كميه حلوه. كمان شكلتها كده بطريقه مختلفه غير الطريقه اللي هي العاديه اللي احنا بنعملها دايما نشكلها صوابع. حبيت يكون شكلها حلو كده. عايزه اقول لكم الكفته كانت طريه وزي ما انتم شايفينها كده معايا وانا بفتحها لكم، كانت حلوه قوي. عملت كمان شويه رز بسمتي وكنا عاملين عصير. الفيديو كامل هتلاقوه موجود، الناس اللي ما شافتوش روحوا شوفوه. تعالوا نشوف بقى تاني سفره معانا. وكنا مصورين اليوم ده برضه روتين حلو قوي، كان روتين توفير كده، عملنا اكتر من حاجه وكانت تكلفته بسيطه جدا. روحوا شوفوه برضه. عملنا زي ما انتم شايفين الكشري المصري الجميل بتاعنا اللي كلنا كمصريين بنحبه. اعتقد كمان إن غير المصريين لما بيجوا هنا مصر لازم ضروري ان هم يجربوا الكشري، فبجد الكشري حلو جدا. كنت بوريكم بقى ان الرز كده مع الشعريه مع العدس انا بسويهم كلهم في حله واحده، كانوا مفلفلين كده وجمال بصراحه. اكله اقتصاديه وبسيطه وحلوه قوي. هتلاحظوا كمان المنيو بتاعنا الاسبوع ده اغلبه كله يعني اكلات اقتصاديه واكلات بدون لحوم يعني، فان شاء الله كده يعجبكم وتستفيدوا منه وناخد افكار من بعض. انا بستفيد منكم وانتوا بتستفيدوا مني وكلنا نستفيد من بعض يعني. عملت الكشري زي ما انتم شايفين بقى، والدقه والصلصه والشطه. عملت كمان شويه طماطم مخلله حلوه قوي. تعالوا بقى نشوف السفره اللي بعد كده كانت عباره عن ايه. عايزه اقول لكم بقى الصينيه اللي انتم شايفينها دي كلها او الوليمه الحلوه دي كلها كانت عباره عن نص فرخه. ايوه نص فرخه، بس هو كان صدر فرخه كبير شويه بقى بالاجنحه بالرقبه بكله. قسمت الصدر كده على 4 وقطعت الجناحات برضو لوحدها. فزي ما انتم شايفين ما شاء الله عملت صينيه بطاطس كده بالفراخ. كانت بطاطس على كوسه، يعني حبيتين بطاطس على حبيتين كوسه. حلوه قوي بصراحه. هنا الفراخ او صينيه البطاطس بالفراخ انا مش بحط الفراخ نيه كده واتبلها، لا انا بشوح الفراخ عادي. كاني بسلقها عادي، بطلع منها شوربه وبعد كده والبطاطس بتستوي بروح ضيفاها بقى تكمل سوا مع البطاطس، وبعد كده احطها تحت الشوايه تاخد لون حلو. طبعا عملنا بقى شويه رز ابيض، والشوربه بالنسبه لي اساسي عشان خاطر طبعا ولادي وباباهم بيحبوا الشوربه يعني جنب الاكل. حلو قوي ما شاء الله، سفره اقتصاديه زي ما قلت لكم، وليمه بنص فرخه بس. تعالوا بقى نشوف اليوم اللي بعد كده وسفره كمان بدون لحوم وحلوه قوي قوي، وانا من عشاق الاكله دي. ممكن ناس تستغرب ايه الاكله دي، بس اللي متابعني من زمان عارفين الاكله دي، وناس كتير كانت طلبت مني طريقتها. وهي كشري الكوسه، مدفونه الكوسه، رز بالكوسه، زي ما تسموها سموها. هي بالظبط زيها زي الكشري الفول الاخضر او الكشري اللي بنعمله برضو بالبطاطس. حلو قوي ما شاء الله. الطبقين الحلوين دول عملتهم بكيلو من الكوسه ونص كيلو من الرز. ما شاء الله بترمي كميه حلوه، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. من الاكلات بقى اللي هي الشتويه كده اللي لما تاكليها تحس بالدفى، بجد حلو قوي ما شاء الله. جنبها بقى شويه مخلل، شويه خضره مثلا جرجير فجل، بصل. حلو قوي. عايزه اقول لكم لو جربتوها هتعجبكم جدا. والناس اللي مش عارفه طريقتها ازاي، هسيب لكم اللينك بتاع الطريقه في صندوق الوصف. حلو قوي ما شاء الله بجد، وداخلين على الشتاء كده فهنحتاج الاكلات اللي هي من النوع ده. آآ زي ما انتم شايفين كده حلوة، حلوة أوي ما شاء الله. هي بس كان ناقصها خضرة شوية، أنا كنت حاطة فيها خضرة، بس هي طلعت ناقصة خضرة شوية بصراحة، كانت محتاجة ربطة كزبرة تاني أو حزمة كزبرة تاني. كان طبعًا في مخلل، وكمان لقيت البصل الأخضر كده بدأ إن هو يظهر في السوق بشاير كده، فحلو أوي ما شاء الله. تحسي كده إن روايح الشتا دخلت علينا. تعالوا نشوف اليوم اللي بعد كده. عملنا سفرة حلوة أوي برضه تعتبر اقتصادية، أكلة كده معشوقة الجماهير. الأكلة دي كل الناس بتحبها، وهي المبكبكة الليبي باللحمة، جميلة جدا. واحلى حاجة بقى في المبكبكة دي تقدري تعمليها بأي حاجة، بفراخ، تعمليها مثلا بلحمة مفرومة، تعمليها بجمبري. بصراحة دي تاني مرة اعملها في حياتي كلها. اول مرة عملتها كانت بالجمبري ايام ما كان الترند طالع بتاع المبكبكة كده بالجمبري، فجربته فعجبتني جدا وعجبت ولادي قوي. فطلبوها مني بقى اعملها لهم باللحمة زي ما انتم شايفين كده غرقانة في الصوص بتاعها. حلوة قوي ما شاء الله.
نص كيلو من المكرونه، على نص كيلو من اللحمه. عايزه اقول لكم اللحمه دي كمان جايباها لحمه مستورده، نص كيلو ب120 جنيه، وب10 جنيه او ب15 جنيه مكرونه. يعني تعتبر اكله اقتصاديه، هي بس عيبها الوحيد ان كانت محتاجه انها تتغرف في صينيه اكبر او في طبق اكبر. بس انا كنت مستعجله بصراحه، لان اليوم ده كنت متاخره في عمايل الغدا وكده. فتلاقي الصوص بتاعها عمال ينزل من الطبق كده، اسفلكوا طبعا على المنظر. بس اللحمه زي ما انتم شايفينها كانت دايبه بجد دوب، كان طعمها حلو قوي قوي. طبعا المبكبكه طريقتها سهله ومعروفه، جربوا تعملوها كده برضو هتعجبكم جدا. ده بقى اليوم اللي بعد كده عملنا بقى شويه محشي كده قرداحي. ويعني لازم يكون قرداحي علشان يكون في الايام دي مش هينفع نعمل المحشي ونعمل جنبه حاجة بصراحة. لأن عايزة أقول لكم شوية الخضار اللي قدامكم دول أنا جايباهم يومها ب100 جنيه، ويعني 100 جنيه بس علشان أعمل شوية محشي كده أرداحي بدون طبعا. يعني 100 جنيه ده غير الرز كمان، يعني 100 جنيه ده الخضار بس. بس والله العظيم كان جميل جدا، واهم حاجه الرضا. الرضا بالقليل بيحل الحاجه والله العظيم. عايزه اقول لكم شويه محشي كانوا مسكرين، محشي مشكل كده، كوسه وبتنجان وفلفل، حلوه قوي اللهم بارك، جميله جدا. وكان عندي شويه بقى شوربه كده في الفريزر، عملت بقى شوربه لسان عصفور، وعملنا كمان شويه ملوخيه. اكله حلوه قوي، مش لازم ولا لحوم ولا اي حاجه، يوم ويعدي وخلاص. فالحمد لله على نعمته، ما شاء الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم لسان العصفور كان تحفه بامانه والله العظيم، كان جميل. طعم الشوربه كان لذيذ قوي. الشوربه دي سقيت منها المحشي، وكمان عملت لسان العصفور. وهنا بقى كمان الملوخيه بقى المتفرزه، وزي ما انتم شايفين عامله ازاي، كانها فريش، كاننا لسه جايبينها ومخرطينها. حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. الناس اللي ما لحقتش تفرز ملوخيه، الملوخيه لسه موجوده في السوق على فكره، فرزوها. وهتلاقوا كمان فيديو تفريز الملوخيه موجود عندي على القناه. اخر يوم معانا بقى في المنيو، عملنا سفره كده اقتصاديه لابعد ما يكون. عارفه بقى، ما تكوني لاقيه نفسك كده تعبانه زهقانه مش عايزه تعملي اكل، اعملي لهم السفره دي. انا كنت تعبانه جدا اليوم ده، فاستقربت كده بصراحة وعملت الغدا الشعبي اللي انتوا شايفينه ده. كده كده كان عندي الملوخية متبقية من اليوم اللي قبله، كانت فايضة يعني من اليوم اللي عملنا فيه المحشي. ورحت جايبة كيلو بطاطس كده مقطعاه صوابع، وحمرت شوية بطاطس. طبق فول كده شاريه برضو جاهز من المطعم، وخلاص. عملنا كده شوية خيار، قطعت شوية خيار، وكمان عملت طبق طماطم كده او جبنه كده بالطماطم، وخلاص. سفره بسيطه. واحلى حاجه بقى في اليوم الغدا الشعبي ده، ان هو لو عملت اي حاجه، اي طبقين ثلاثه كده جنب بعض، خلاص بقت سفره غدا. من وقت للتاني على فكره الاكله دي بتكون مطلوبه كده كتغيير، نريح معدتنا بقى شويه من الطبيخ ومن اللحمه ومن الفراخ ومن الحاجات دي. والله العظيم على قد ما هي بتكون بسيطه، على قد ما الاكل ده بيفتح النفس، ويمكن بيكون اكتر يوم بناكل فيه عن الطبيخ كمان. هو ده بس المنيو بتاعنا الاسبوع ده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا خدتوا افكار منه. طبعا اللي وصل معايا لنهاية الفيديو ولسه ما حطش اللايك، بفكركم بضرورة اللايك، وكمان تكتبوا لنا اكتر من تعليق. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، ومع السلامة.